عسلامتكم، مرحبا بكم. اليوم رجعت لكم في وصفة جديدة باش نعملوا طاجين الجبن التونسي. مكونات سهلة واقتصادية موجودة في كل دار. كما قاعدين تشوفوا باش ناخذوا كعبتين بطاطا ونقصوهم مكعبات صغيرات، وناخذوا زر الدجاج ولا سكالوب اللي متوفر عندك، وربع حزمة معدنوس وراس بصل كبير. نحضرهم كما تشوفوا، وبعد نمشيو نقليو البطاطا ونخليها على جنب. وبعد نمشيو نحضروا زيت في الطنجرة باش نقليو اكل بصل والمعدنوس مع بعضهم الكل باش يتذبلوا، ما يقعدوش معناها هكا يابسين. نذبلوهم مليح مليح، ومعاهم نزيدوا الدجاج ونزيدوا الفحات، وكما قاعدين باش تشوفوا تو. هكا حطينا البصل وتو باش نزيدوا عليه المعدنوس، وباش نزيدوا عليه الدجاج. ما ننساوش الفحات اللي باش نحطوهم، باش ناخدوا من كل حاجه هكا شويه. مغرفه صغيره كركم، مغرفه صغيره تابل، مغرفه صغيره كرويه، وشويه ملح. ما نحطش برشا الملح بقى على حساب الفرomاج، وشويه فلفل اكحل. نحطوهم مع بعضهم الكل ونقعدوا نحركوا باش ندبلوهم ويشيحوا هكا الزيت هذاك كل اللي يشيح فك الزيت. بالنسبه للعظم مش باش تستهلكوا برشا 6 كعبات كافيين، من غير ما نستهلكوا برشا حارتين ولا 3 حيار. 6 كعبات نركبوهم شويه، وباش نحطوا معاه الفرomاج، ونحطوا الخليط اللي كان على النار تو كما قاعدين تشوفوا. والفرomاج زاد حط اللي عندك في الدار، مش لازم معناها تتقيد بكل اللي عندك اللي متوفر، وما غير لا كريم فريش، وما غير حتى معناها حاجه سهله واقتصاديه كما يعملوا ماتنا قبل، وكما الناس الكل كان. كما قاعدين تشوفوا ركبت شويه العظم بالمغرفه ولا بالفرشيطه كما تحب انت المتوفر، وتحط الفرomاج. عندك تريونجل كاري جبن ربي اللي عندك متوفر حطه معناها الفرomاج. نحطوا توا هاك المعدنوس والبصل والدجاج والمفوح الكل، نحطوه مع العظم، ونحطوا البطاطا ما ننساوهاش والفرomاج. ساهل ياسر واقتصادي، ويجيك يكفي 4 6 من الناس، يكفيك تبارك الله، من غير ما تقعد تخسر برشا عظم وبرشا كيما قاعدين تشوفوا. ويجي بنين على الاخر وخفيف وجربوه وشوفوا كيفاه. نقعد نرفس فيك الفرomاج لين يذوب مع الخليط الكليكايه. وبعدها باش نحطوا الخميره الفوريه، نحطوا شويه مش برشا، حكايه اقل من مغرفه صغيره هكاكا. وفي عود باش نحط الخبز، يعني هنا باش نحط راني المسلسل نعمل ديما هكا 2 مغارف كبار فارينه، ويجي بنين على الاخر وشاد روحه كيما مفعول الخبز معناه. كيما تشوفوا هكا الفرomاج حطيت منه ومنه تريونجل ولا الاصفر ولا اللي عندك. وتوا حطيت الفارينه 2 مغارف كبار فارينه في عود الخبز. جربوا بالفارينه وشوفوا وقولوا لي. وشويه خميره حطيت. توا دهنت الطبق متاعي بشويه زيت، وصبيتك الخليط الكليكايه، وكونني شعلت على الغاز عنديش برشا ونحطه على 180، اكثر من 180 درجه، حتى 200 درجه لمده 30 دقيقه هكاك. انت والفور متاعك كان الفور فيه ساعه معناها ما يستهلكش حتى 30 دقيقه. وصحة بشفاء، وجربها الوصفة وما تنساوش تشاركوا ولا تشاركوا في القناة وتتبعوني، وإن شاء الله ديما في وصفات جديدة. وإلى اللقاء، بسلامة.